ابيض، يا نهار ابيض، اقسم بالله انا ما مصدق. انا في حاله ذهول. انا في مضيفات الطيران نازلين يسلموا الميداليات لباتشوكا. انا في حاله ذهول. اغرب مباراه في تاريخ كره القدم بما يرضي الله. هارد لك للاهلي وجمهوره من قلبي. هارد لك مش ممكن ماتش ضربات الجزاء دي لو اتعادت 100 مره الاهلي يكسبها. الماتش ده لو اتعاد 1000 مره الاهلي يكسبه. انا بكلمك بمنتهى الامانه والصراحه والوضوح. ايه ده؟ هجاي لك لركلات الترجيح دلوقتي اللي هي تخش مهرجان كان. ضربات الجزاء دي تخش مهرجان كان لوحدها، تاخد الاوسكار في السيناريوهات الدراماتيكيه. انما الماتش نفسه كهربا انت لازم تهرب. انا بكلمك بمنتهى الصراحه والامانه والوضوح يا ابني. انت لازم الماتش ده بطلك كوره. الماتش ده بطلك كوره. ما عنديش كلام اقوله. انفراد جالك في وقت في الدقيقه 116، يعني خلاص انت جبت الجون، الماتش خلص، ضيعتها. جالك بقى وسيبك من ده، انت من بعد ما نزلت مفيش كرة استلمتها، مفيش باص عملته. كهربا نازل لابس لكلوكين اللي هم عارف انت اللي العروسه بتلبسهم في الصباحيه، هو لابسهم. انا بتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح. ايه ده؟ ايه ده يا كهربا؟ وكولر وسام ابو علي لو ماشي على عكاكيس كده ده ما يطلعش. انت عندك، انا اسف في اللي انا هقوله يا جماعه، خط هجوم الاهلي كله ما فيهوش غير وسام ابو علي. احنا هنهرج؟ احنا مش هنهرج. وسام ابو علي خروجه كارثه، وتخرج يحيى عطيه الله وتنزل خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين وتجيب عمر كمال ناحيه الشمال. انت عملت حاجات النهارده يا كولر من اسوأ ماتشاتك اللي قدرتها فنيا بكل صراحه. معلش، لا، الواحد بيديك حقك في الفوز، تاخد حقك في التأليف برضه تاخد حقك في التأليف. ألفت تأليف لا يمكن. ركلات الترجيح الشناوي بيصد، اللي بعض الناس هتقول لك ايه ده، في ضربات جزاء كانت في ايده ايه يا جماعه؟ خلاص الراجل صد لك كوره، والراجل اللي نزل عشان يحط ضربه الجزاء ضيع. سيناريو يقول الاهلي خلاص كسب 2-0، دول ضيعوا 2، الاهلي جاب 2، خلاص 2-0. وبعدين الاهلي رجع جاب واحده وهم جابوا واحده، اللي هيدخل يشوط الرابع من الاهلي ده جاب، الاهلي كسب. دخل كهربا شاطها، انا اسف، منتنه، شاطها وحشه قوي وباينه قوي، ومن حركه جسمه واضح قوي ان هيشوطها هنا، صدها الحارس بايد واحده. طب دي ضاعت عادي، هم جابوا برضو الاهلي يجيب الاخيره يكسب. عمر كمال راح جاي راكع سجد قبل ما يشوط الكوره، دخل شاطها برضو. لا، عمر لو شايطها حافي مش هيشوطها كده، وحشه قوي. وبعدين يبص على النجيل، ايه ده بقى؟ ايه بقى مالك يعني؟ مالها ايه يا عمر؟ بس مالها؟ انت هتجيبها في النجيله يا عمر؟ انت هتجيبها في النجيله؟ مش ممكن. النهارده السيناريو ده انا مش مصدق ان حصل كده مع الاهلي. اقسم بالله ما مصدق. والله السيناريو دي بتحصل معانا احنا. السيناريوهات دي بتحصل معانا احنا، ان احنا نبقى متقدمين ضربتين جزاء وهم ضربتين جزاء، زي ما حصل في كاس السوبر بتاعت محمد كوفي واحمد سمير لما كان ماسكنا حسام حسن، وشريف اكرامي رجعهم تاني للماتش اما صد ضربه جزاء، وبعدين ابراهيم صلاح ضيع في الاخر. فدي سيناريوهات بتحصل معانا. اول مره اشوف السيناريو ده بيحصل مع الاهلي، ما شفتهاش قبل كده في حياتي. جماهير الاهلي حقها تزعل طبعا، ولكن في حاجة إيجابية وسط كل السلبي ده، إن كابتن محمود الخطيب أصبح ملزما مجبرا عافية إنه يفور خط الهجوم كله باستثناء وسام أبو علي. يعني الوحيد الذي يستحق أن يكون أساسيا في النادي الأهلي هو وسام أبو علي. حسين الشحات محتاج يراجع مع نفسه الحسابات. تاو نفس القصة، محتاج يمشي. رضا سليم يمشي. طاهر محمد طاهر على الرغم من تألقه في فترة من الفترات رجع تاني طاهر اللي احنا كلنا عارفينه. امام عاشور مش شايف. لا، يعني النهارده الاهلي استحق الفوز، لانه الفرقه دي نازله خايفه من الاهلي. مفيش خطوره على الشناوي. الاهلي طاهر بيضيع، حسين بيضيع، كهربا بيضيع، الماتش يخرج 2-3 للاهلي بالراحه. هارد لك للاهلي وجمهوره. طبعا فقدان فرصه الصعود للنهائي ومواجهه ريال مدريد في مباراه تاريخيه كان يحلم بها جماهير النادي الاهلي،
وفي حلقه هنتكلم فيها في حاجات كتير قوي على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.